أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: المتقاعدين يطالبون الحكومة بزيادة الأجور ويبررون مطالبهم. مطالب الفيدرالية. طالبت الفيدرالية بضرورة الزيادة في الحد الأدنى للمعاش ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور. الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية في النقل، تسهيل تنقل المتقاعدين بأسعار مدعومة. الإقامة في الفنادق بأسعار مخفضة، توفير عروض خاصة للمتقاعدين في مختلف الفنادق. إحداث نوادي خاصة بالمتقاعدين، توفير فضاءات ترفيهية وثقافية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع. مبررة المطالب: ازدياد أعداد المتقاعدين. يزداد عدد المتقاعدين في المغرب سنوياً، مما يجعل من الضروري الاهتمام بهذه الشريحة وتلبية احتياجاتها. الغلاء المعيشي: يعاني المتقاعدون من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الطبية. ضعف القدرة الشرائية: أصبحت قدرة المتقاعدين الشرائية ضعيفة، ما يجعلهم في حاجة ماسة إلى تحسين دخلهم. وتطالب فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب الحكومة المغربية بضرورة الاستماع لمطالبهم والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.